السلام عليكم، يومكم مبارك سعيد، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. شكرا بزاف على كلامكم الطيب، على تعليقاتكم الرائعه، وشكرا للناس اللي كيجربوا الوصفات وكيرجعوا يخليوا لنا النتيجه. اليوم غادي نديروا هاد الكيكه، ولكن ماشي اي كيكه. كيكه بالحامض كتجي خفيفه بحال الريشه، بكريمه من ألذ ما يكون رغم البساطه ديالها. كتجي لذيذه بزاف وما تشبعوش منها، وكتجيب حجم كبير، حجم عائلي. انا درت هاد المول ودرت جوج ديال لي مول صغيورين. وغادي نعطيكم طريقة باش تحتفظوا بها على الحامض إلا كان عندكم بكمية كبيرة، أو بغيتوا مازال تحتفظوا به واخا يكون كمية طويلة، كمية قليلة تحتفظوا به المدة أطول. فكناخدوا بواطة اللي كنديروا تقريبا نص ديالها ماء، وكنحطوا الحامض بهذه الطريقة. هاد الجهة هي اللي كتكون في الأسفل، وكنسدو عليه البواطه ونخليوه في الثلاجه. بهذه الطريقه ممكن يبقى عندنا مده اللي طويله. هاد النصيحه خديتها من عند واحد السيده بائعه خضر، اول مره انا كنجربها. انا عندي هاد الحامض بيو، ما بغيتوش يضيع. ونمشيو دابا لمقادير الكيك. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات بحرارة المطبخ، ضروري يكونوا بحرارة المطبخ لان غنطلعوهم بالباتور. غادي ناخدو كاس ديال الشاي اللي غنعبرو به المقادير كلها، تقريبا قياس ديال كاس ديال العنبة، ممكن تخدموا بكاس العنبة. غنحتاجو كاس الا ربع ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس الا ربع ديال الحليب، وربع كاس ديال عصير الحامض. وغادي نسمو بالنكهه ديال الفاني، ممكن ديروا ساشي ديال سكر فاني او معلقه من هاد النكهه. غنحتاجو ايضا قشور ديال حامضه، و16 غرام من خميره الحلويات، والدقيق على حساب الخليط. انا درت بالضبط 2 كيسان بهذا القياس، بالقياس ديال هذا الكاس. وشويه ديال بافو اختياري، الا بغيتو ديروه كيعطي واحد الشكل زوين للكيك. غادي ناخدو هاد، عطيتكم دابا مقادير الكيك ومن بعد غنشوفوا الكريمه. غادي ناخدو مول اللي فيه حفره في الوسط، ندهنوه بالزبده ونرشوه بالكوك. انا هاد المول عندي راه ما كيلصقش، ولكن كنبغي ندير هاد العمليه حيت الكوك كيعطي واحد اللون كراميليزي زوين للكيك ملي كيطيب. هاد لي مول راه ديال بيم، الا لقيتوهم غير خذوهم، يعني راه زوينين ما كيلصقوش. غادي ناخدو اناء نديرو فيه واحد شويه ديال الملحه، سمحوا لي ما ذكرتهاش مع المقادير. وكنديروا البيض، السكر، وكنطرب بطراب كهربائي طبعا، وممكن ديروا يديكم غير. الا درتو طراب يدوي راه غتجيكم شويه صعيبه، هاد الطراب كيسهل. فكيجينا هاد الكيك اسفنجي كيجي زوين بزاف، ومع الحامض حتى هو اللي كيزيدو خفه وواحد المذاق زوين. فغير جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. كنطربوا مزيان حتى الخليط كيولي غادي اللون الابيض وكيضاعف الحجم ديالو. الا درتو السكر فاني فضيفوه مع سنيده. انا غادي نزيد دابا معلقه ديال النكهه ديال الفاني وقشور ديال الحامض. القشور ديال الحامض ما تضيفوهمش من الاول لان تيكون فيهم الماء، باش يطلع لينا البيض مزيان. صافي وكنخلطو. وغادي نضيف دابا الزيت بشويه بشويه وانا كنطرب. ومن بعد غنزيد الحليب. صافي وغادي نحيدو هاد الطراب الكهربائي وغنكملو بطراب يدوي. غادي نضيفو الدقيق، هذا الكاس الاول كنضيفو الدقيق بشويه بشويه، وكنشوفو على حساب الخليط. انا ضفت بالضبط 2 كيسان بنفس الكاس اللي عبرت به. كنخلطو من الاسفل للاعلى باش ما نهبطوش الخليط، لان الخليط طلعناه مزيان كما شفتوا. وكنخلطو غير بشويه، ما نزربوش. انا غير زياده في السرعه ديال الفيديو. هذا الكاس الثاني.
حتى كتدخل الكميه ديال الدقيق اللي زدنا، عاد كنزيدو كميه واحده اخرى وما تبالغوش في الخلط، يعني غير ندخلو الدقيق صافي، ما نبقاوش نخلطو بزاف باش ما ينزلش لينا هاد الخليط. صافي بعد ما كنكملوا الكميه ديال الدقيق اللي احتاجينا، انا درت 2 كيسان، فهذا هو القوام. غادي نزيد الخميره ديال الحلويات، وإلا لاحظتوا الحامض راه ما ضفتوش، خليته للاخير، ما كنضيفوهش دابا. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال البافو، اختياري، الا عندكم ديروه، ما عندكمش ماشي ضروري. صافي وكنخلطوا. عاد غادي نزيدو 4 كاس ديال عصير الحامض. انا كنوريكم القوام ديال الكيك قبل ما نزيد الحامض، ودابا ملي زدنا الحامض فكيتطلق شي شويه، وبهذه الطريقه كتجينا الكيكه خفيفه بحال الريشه، اسفنجيه وزوينه بزاف. كنفرغوها مباشره في المول وندخلوها للفران اللي يكون سخون من قبل. الحراره تكون مهيله، الا كان الفران سخون فنديروا حراره اللي مهيله بزاف باش طيب لينا الكيكه على خاطرها. هنا انا المول عمر ليا كما شفتوا، فغادي نقص من هذا الخليط باش ما تفيضش ليا في الفران، فدرت 2 ديال لي مول صغار. وهنا ممكن ديروها في مول كبير او ديروا قوالب فرديه الا بغيتوا، فكيكه اللي كتجي زوينه بزاف. وخا ديروها بدون كريمه، هي الكريمه رائعه جدا، ولكن حتى الا درتوها بدون كريمه، الناس اللي ما عندهمش مقادير الكريمه فراها زوينه بزاف. هنايا بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا، غادي نخليهم شي شويه يبردوا ونحيدوهم من ليمول. هنا غير كنحركوها، هاد المول راه كما قلت لكم ما كيلصقش، راه زوين، شوفوا ما لصقات حتى شي حاجه. غادي نخليها تبرد ونمشي نحضر الكريمه ديال الحامض، كريمه اللي بسيطه بزاف، وزدتها واحد الاضافه اللي عطاتها لذه اكثر. فغادي نحتاجو قشور ديال حامضه، 4 كاس ديال عصير الحامض، وكاس ديال الحليب، معلقه ونص ديال لا كريم باتيسير، مسحوق لا كريم باتيسير. ما عندكمش عوضوها بالنشا، غير هي لا كريم كتبقى احسن. و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، وكاضافه ممكن تزيدوا معلقه صغيره ديال الزبده، وزدت واحد شويه ديال النكهه ديال الناطه اللي عطاتها واحد اللذه اكثر واكثر. فغنخلطوا هاد المكونات كلها في كاسرونه. هنا غنزيد النكهه ديال الناطه، انا درت معلقه صغيره ما عامراش، بقات ليا من واحد الحلوه، فجاتني الفكره انني نضيفها هنايا في هاد الكريمه، وكانت النتيجه اكثر من رائعه، جات لذيذه بزاف. المعلقه ديال الزبده غنضيفوها في الاخير الا بغيتو تزيدوها. فخلطت هنايا المكونات كلها وغادي نحطها فوق النار، النار تكون مهيله وما نتوقفوش على التحريك، فهي كطيب وحنا كنحركو حتى كتقال لينا الكريمه، غتولي على هاد الشكل. غادي نزيدوها معلقه ديال الزبده، انا درت زبده بلديه كتكون ألذ، يعني الا كانت عندكم زبده حيوانيه يكون احسن، ما عندكمش ديروا الزبده ديال البواطه. صافي وغادي نفرغوها في مباشره في القالب، ما تغفلوش عليها يعني تعطلوا عليها، لانها الا بردات راها كتقصاح. فمباشره نديروها في فوق الكيك وكنقادوها بهذا الشكل. صافي وتزيين كيبقى اختياري. وهذوك لي ميني كيك انا دهنتهم بالناباج ورشيتهم باللوز كونكاسي محمر، فراه كيجيو خفافين لذاذين. انا درتهم بسمك اللي صغير، بغيتو نتوما تعمروا لي مول فكيبقى لكم الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي، زينتها باللوز كونكاسي محمر بشرائح ديال الحامض مع شويه ديال البافو في الوسط. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها لانها تستحق. شكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء مع وصفات جديده باذن الله.